اهم حاجه في المشروع بتاعك ان انت تختار الحيوان الصح اللي هيكمل معاك خلال الدوره بتاعتك عشان ان شاء الله توصل لافضل النتائج. رجعنا لكم من تاني النهارده في فيديو جديد من سلسله ما تربيش وخلاص. السلام عليكم. هنتكلم ان شاء الله النهارده عن ازاي تشتري القطيع الصح وتستقبله في مزرعتك. طبعا البدايه الصح تنتهي بنهايات صح. طيب بدايه هتشتري منين؟ عندنا 3 مصادر رئيسيه تقدر تحصل من خلالها على الحيوانات بتاعتك. اول حاجه الهيئات، ودي سواء هيئات حكوميه او هيئات خاصه، ودي طبعا نسبه الثقه فيها بتكون عاليه، فبالتالي انت جايب من مصدر موثوق. بيبقى عندك الحيوانات بتكون منسبه، سواء هي المؤسسات ديتي مؤسسات حكوميه الحيوانات بتاعتها من ابناء الحيوانات المستورده او الحيوانات الخليطه، او ان هي المؤسسات الحكوميه مستورداها من بره. طيب تاني مصدر المربين المجاورين. المربين المجاورين لازم ان انت تراعي ان المزرعه اصلا تكون شغاله بنظام سليم وعندها الحيوانات بتاعتها حيوانات منسبه، عشان تقدر تحكم على التركيب الوراثي للحيوانات بتاعتك وتقدر تتوقع معدلات النمو اللي انت هتحصل عليها من الحيوانات دي. ودي طبعا نسبة الثقة هنا بتبقى أقل من المؤسسات الحكومية، ولكنها أفضل من المصدر الثالث وهو الأسواق. المصدر الثالث والأسواق ده بيعتمد بنسبة كبيرة على خبرتك كمربي، سواء أنت بتشتري بنفسك لنفسك أو أن أنت هتجيب حد متخصص يشتري لك الحيوانات. الثقة فيها بتكون أقل. عامل الخبرة ضروري ومهم جدا، هو اللي هيحدد أنت هيتنصب عليك ولا هتقدر انت توصل ان انت تختار حيوانات صح. طيب امتى بقى اشتري؟ انا عندي مواسم بيتم فيها عرض الحيوانات باعداد كبيره، فبالتالي القاعده الاقتصاديه بتقول ان كل ما العرض يزيد الطلب هيقل، فبالتالي الاسعار هتنخفض. فهنا فرصتك ان انت تشتري الحيوانات بتاعتك في الوقت ده اللي فيه معروض كتير والطلب بيكون بيكون اقل. طيب لما اجي اشتري بقى اخد بالي من ايه او اختار الحيوانات على اساس ايه؟ طبعا رقم واحد الحاله الصحيه للحيوانات. طب لو انا بقى بشتري حيوانات منسبه، حيوانات منسبه انت بتختار بناء على الشهادات او السجلات المتوفره مع الحيوانات اللي بتقول لك ان الحيوان ده منسب، الحيوان ده ابوه مين امه مين، متوسط انتاج الاب والام، فبالتالي متوقع انتاج الحيوان ده او معدلات نموه هتكون رايحه فين بالظبط. تمام. طيب لو انا بقى هشتري من الاسواق او هشتري من المربين المجاورين ومفيش عندهم تنسيب، يبقى هنا هتعتمد على خبرتك او خبره من ينوب عنك في عمليه في عمليه الشراء. اول حاجه بيدور عليها الحاله الصحيه للحيوان، ان الحيوان ده يكون حالته الصحيه جيده. تاني حاجه ان الحيوان ده تكون يتميز بان العيون بتاعته لامعه. يعني ايه العيون لامعه؟ العيون لامعه يعني ده دليل على حيويه ونشاط الحيوان. الجلد بتاعه يكون ناعم واملس، والشعر بتاعه يكون لامع، ده دليل على حيويه الحيوان. دي مواصفات ظاهريه. طيب انا بقى عندي تعريف لحيوان اللحم ان هو يكون متوازن مستطيلات محمول على 4 قوائم قصيره وغليظه. يعني ايه؟ يعني انا هشتري الحيوان اللي يكون مربط زي ما بيقولوا بالعاميه، وتكون القوائم بتاعته تكون قصيره وغليظه. مش هشتري الحيوان اللي رجليه طويله ورفيعه، ان الحيوان ده غالبا بنسبه كبيره ما بيكونش حصل على احتياجاته اللازمه في مرحله الرضاعه، فهنا الحيوان تكوينه او بنيانه بتاع الجسم بتاعه بيكون ضعيف، فهنا ما بيدينيش معدل النمو المطلوب منه. طيب تاني حاجه ان القوائم بتاع الحيوان تكون عريضه او سميكه، وده طبعا بيدل على ان الحيوان ده من سلاله او حيوان يعني اصيل في انتاج اللحم او خليط جيد، فبالتالي هيكون معدل نموه المتوقع كويس. كمان الفتحه الخلفيه او الاربعه الخلفيه، الفتحه ما بين الارجل الخلفيه او فتحه الحيوان من الخلف، كل ما كانت الفتحه او الاربعه الخلفيه ممتلئه والمسافه ما بين الارجل واسعه، ده دليل ان الحيوان ده البادي بتاعه او الجسم بتاعه هيفتح معايا. كمان جبهه الحيوان تكون عريضه،
والمسافه ما بين الارجل الاماميه تكون واسعه، ده دليل ان الحيوان ده صدره واسع، فبالتالي هيستوعب كميه هواء اكتر او اكسجين اكتر، وده بينعكس على معدلات نمو الحيوان. كمان الظهر بتاع الحيوان يكون مستقيم، ده دلاله ان الحيوان ده ما يكونش مقوس، او ما يكونش الحيوان ده عنده عيب في الهيكل العظمي بتاعه. كمان ان الحيوان ده ما يكونش بكرش، ما يكونش الكرش بتاعه كبير، لان الحيوان اللي كرشه كبير ده بعد كده هيجي في مرحله البيع هيبقى تصافيه اقل، فهنا هيكون سعر بيعه اقل. تمام. طيب نيجي كمان، انا اخترت الحيوانات ديتي عندي في المزرعه، لما يوصل عندي بقى، لما يوصل الحيوان عندي في المزرعه لازم اكون مجهز، يكون عندي عنبر للعزل. انا بعزل الحيوانات الجديده اللي انا شاريها ديتي لمده 15 يوم. طب في خلال ال 15 يوم دولتي انا بتعامل مع الحيوانات دي ازاي؟ اول حاجه ببدا ان انا ادي للحيوانات ديت ارقم الحيوانات عشان اقدر اتعامل معاها، او لو هي جايه بارقام ببدا اسجل الحيوانات ديت عندي في المزرعه وارقم بترقيم المزرعه، او اعتمد الارقام اللي جايه اللي موجوده عندي، لان دي حيوانات مش هتتربى عندي لفتره طويله. ده فتره التسمين، سواء بقى كانت فتره قصيره تسمين سريع او تسمين بطيء في خلال فتره السنه وهيتم بيع الحيوانات. فانا يا اما ان انا برقم بترقيم المزرعه او بعتمد على الترقيم اللي جاي مع الحيوانات. طب لو انا جايب من الاسواق والحيوانات دي مش مرقمه، ببدا ان انا ارقم عشان سهوله التعرف على الحيوانات ومعاملتها. طيب رقمت خلاص، ابدا اول حاجه احقن الحيوانات بمضاد حيوي واسع المفعول عشان امن الحيوانات من حدوث حمى النقل. دي رقم واحد. تاني حاجه ابدا اشوف سجل الحيوانات ديتي، لو هي جايه معاها سجل واخده تحصينات ايه. طيب ايه التحصينات اللي المفترض تاخدها في الوقت ده؟ ببدا ان انا ادي التحصينات اللازمه في الوقت ده. كمان بدي طارد للديدان الداخليه المعويه اللي موجوده في في الكرش، والديدان الكبديه، عشان انظف الجهاز الهضمي بتاع الحيوان من الديدان ديتي، فيبدا يحول معايا في العلف افضل. كمان ببدا ان انا ارش الحيوانات بمطهرات او بمواد اللي هي بتقضي على الطفيلات الخارجيه للجسم، عشان انظف جسم الحيوان من بره. طيب كمان لازم ضروري جدا ان انا احقن الحيوانات بألف دال 3 اهي مجموعه فيتامينات عشان تديني ترفع المناعه بتاعت الحيوانات بتاعتي، فبالتالي الحيوانات دي مناعتها تبقى افضل وتقدر ان هي تتاقلم عندي في المزرعه بسرعه. طيب عملت تسجيل للحيوان وتمام، خلال 15 يوم الحيوانات تمام معايا، هتبدا تدخل عندي في القطيع. ببدا هنا بقى اوزن الحيوانات. وزنت الحيوان اشوف الفئه العمريه والوزنيه بتاعته، وابدا ان انا اقسم الحيوانات داخل العنابر عندي بناء على الوزن بتاعها. طب ليه؟ طب ما انا اعمل عشوائي وخلاص، كل اللي يجي اللي جاي النهارده يبقى مع بعضه واللي جاي بكره يبقى مع بعضه. لا، هنا عندك مشكله هتقابلك، ان انت في عندك فروق فرديه كبيره ما بين الحيوانات. لو عندك فروق فرديه يبقى انت هتحسب الاحتياجات ازاي على الحيوانات؟ هتاخد المتوسط، فهتلاقي ان الحيوان الكبير بيطغى على الحيوان الصغير، بياكل من الوجبه بتاعته. هتلاقي حيوانات بتزيد وحيوانات بتقل، حيوانات بتخاف تدخل على علف وحيوانات بتكتسح، وهنا هيبقى في عندك مشاكل وتضارب ما بين الحيوانات. يبقى انا لازم ان انا اوزن الحيوانات وابدا اقسمها فئات عمريه ووزنيه متقاربه عشان اقدر اتعامل مع الحيوانات دي. طيب الخطوه دي مهمه جدا بالنسبه لاختيار الحيوانات الصح، استقبال الحيوانات صح، توزيع الحيوانات صح، ومن هنا ابدا اضمن او اكون حطيت رجلي على بدايه سلم النجاح، ان انا صممت المزرعه صح واخترت حيوانات صح وعملتها صح. ان شاء الله المشروع عندي يكون ناجح. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش شير، ولو ليك اي كومنت سيبه وهنرد عليكم ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو القادم.